نادي ليون السعودي صعد حديثًا لدوري روشن السعودي، مستعد اللي هو يقدم عرض رسمي لإمام عاشور، مرتبط بالتعاقد مع إمام عاشور، مستعد اللي هو يقدم عرض رسمي للنادي الأهلي بقيمة 7.000.000 بس النادي الأهلي رفض التعاقد رافض بيع إمام عاشور في الوقت الحالي، شايف إن اللاعب ركيزة أساسية في الفريق وما ينفعش الاستغناء عنه. النادي الأهلي بيسعى حاليًا لتجديد له مدة موسمين، واللاعب متمسك جدًا بالنادي الأهلي ومش هيرحل يعني. فهو بالنسبة لموضوع إمام عاشور فهو مكمل معانا إن شاء الله لسنين قدام كمان. ياسر إبراهيم جدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين حسب قناة تصير الماركت وهعرض أوراق دلوقتي. محمد شطارة المدير الرياضي لمنتخب فلسطين قال لك وسام أبو علي هيلعب معانا مباراتين الكويت وعمان، لعب مباراتين معانا على التوالي. اللاعب مش هينضم للنادي الأهلي، مش هيسافر مع البعثة. هيخلص مباراتين بعد كده هيسافر بعثة النادي الأهلي للحاق معاهم في بطولة كأس العالم للأندية. هو اللاعب مش هيلعب مباراة باتشوكا مع النادي الأهلي عشان هو هيكون مع منتخب فلسطين، هيلعب مباراة إنتر ميامي هيكون قبلها ب4 أيام وينضم لمعسكر الفريق.